هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. طبعا احنا متفقين خلاص ان احنا في الصيف. الجو بيكون حر قوي، مش عاوزين نقف في المطبخ، فاحنا بنعمل غدا سهل وسريع كده على طول، وكمان طعمه حلو. فالنهاردة هنعمل صينية بطاطس بالكفتة، او كفتة بالبطاطس كده والخضار، يعني اي خضار موجود عندنا في التلاجة هنحطه في الصينية دي مع نص كيلو لحمة، وهنعمل بجد احلى غدا مع رز بشعرية، وبجد خطير. صينية الكفتة بالبطاطس دي يا جماعة تحفة. اول حاجة معايا 500 جرام من اللحمة يكون فيها نسبة دهن شوية، ومعايا 2 بصلة مفرومة ومتصفي منها المية، ضروري يكون متصفي منها المية. ومعايا التوابل معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من البهارات والفلفل الأسود والبابريكا ورشة صغيرة من جوز الطيب. ومعايا كمان 2 معلقة كبيرة من النشا، ومعايا 3 معالق كبار من البقسماط. والنشا والبقسماط علشان يمسكوا الكفتة معايا وما تفكش. هبدأ أعجنها بقى أكن أنا بجد بعجن في عجينة، يعني أبدأ ادخل بقى كل المكونات مع بعض كده، وابدا اعجنها كتير لحد ما احس ان اللحمه خلاص معايا بقت متماسكه، وخلاص مش باين ملامح للبصل ولا للتوابل ولا البقسماط ولا لاي حاجه، هي كلها معايا بقت عجينه واحده. وكمان لحد ما الاقي معايا ان هي اتكونت خيوط كده زي كده، يعني شايفين تيجوا تفتحوا كده اللحمة من بعضها تلاقوا ان في خيوط كده، خلاص كده تمام، الكفتة معايا متماسكة، ولما اجي اصبعها مش هتفك معايا. دي مية البصل اللي احنا صفيناها من البصلتين وحطيناها على اللحمة، عشان كده بقولكوا ضروري يكون البصل متصفي علشان الكفتة معايا ما تبقاش طرية، لا تكون منزلة المية كلها. ضفت عليها معلقة كبيرة من الزيت، اي زيت، زيت زيتون، زيت نباتي، ومعايا نص معلقة صغيرة من البابريكا. وهقلب الخليط ده مع بعض، والخليط ده هستخدمه علشان اصبع الكفتة بتاعتي. ممكن اصبعها على ايدي عادي من غير اي معلقة ولا شوكة ولا اي حاجة، بس انا بحب ان انا اصبعها على معلقة او على حاجة، يعني علشان من النص كده تكون مستوية معايا وتكون مفرغة وطرية. يعني هتحسوا بالفرق لو انتوا بتصبعوها من غير معلقة او كده، ولو صبعتوها على معلقة المهم تكون مجوفة من جوه، البخار بيدخلها من جوه وبجد بتكون مستوية وحلوة قوي وطرية. سهلة خالص، يعني احنا ايدينا بقى كده بتظبط الدنيا، يعني كل الصوابع بتكون قد بعضها، بين كل صباع والتاني انا يعني بعمل من الخليط ده علشان يكون صباع معايا طري. وبعد ما بشيله كده على طول بسويه بين ايدي وخلاص كده. اللحمة لو معجونة كويس معايا هتتصبع بسرعة ومش هتفك مني خالص. انا النص كيلو عمل معايا 16 صباع، ممكن يعمل معاكو زي 15 13 على حسب الحجم. ومعايا هنا بطاطس، استخدموا كمية البطاطس اللي انتوا عاوزينها واللي يعني تكفي افراد عيلتكم، بس اهم حاجه وقطعوها التقطيع اللي انتوا عاوزينها. بس انا بما اني عامله كفته صوابع، فانا عملت البطاطس برضو تكون صوابع كده عشان تكون شكلها يعني حلو شويه. بس طبعا الصوابع بتكون يعني سميكه شويه علشان تاخد سوا الكفته وسوا باقي الخضار اللي معاها. بديها تحميره بس بسيطه كده علشان محسش ان هي مسلوقه معايا كده في الصينيه. بجد تحميره البطاطس بتضيف لها طعم حلو قوي. يدوب بس صدمة كده بسيطة، يعني لونها بس يصفر حاجة بسيطة وهنطلعها على طول. هتحسوا كمان ان هي داخلة على سوا، وده بيقلل من وقت التسوية بتاعها في الفرن، وبيديها كمان طعم حلو قوي. تقدروا تعملوها شرايح عادي براحتكم، وتقدروا برضو تحمروها زي ما انتوا عاوزين عادي. انا خلاص كده طلعتها من الزيت، ما اخدتش لون قوي، هو بس تصفر كده. وبعدين قللت طبعا كمية الزيت اللي كنت بحمر فيها البطاطس،
ورحت حاطه الكفته بقى، صابع الكفته بتاعتي انا على فكره حطيتها في التلاجة حوالي 10 دقايق بس كده تمسك نفسها، وبعدين شوحتها. اديها بس تشويحه بسيطه تغير لون بس كده. انا مش هسويها، لا هي هتستوي في الفرن، لكن انا بديها بس تشويحه بسيطه كده علشان يعني يبقى طعمها ويبرز طعمها. اي تشويحه يا جماعه لاي حاجه بتبرز طعم الاكل بتاعي. وبعدين هطلعها بقى كده، خلاص اخدت لون من الجنبين. هبدأ اطلعها بقى علشان اكمل من نفس الطعم، وفي نفس الطاسة اللي انا عملت فيها هعمل بقى صوص الصلصة بتاعي عشان ياخد من طعم الكفتة كده يبقى طعمها حلو قوي. معايا معلقة من الثوم، يعني حوالي 3 فصوص مفرومين في نفس الزيت والدهن اللي نازل من الكفتة. حمرت فيها الثوم كده يصفر بس بسيط، وضفت عليه 3 معالق كبار من الصلصة. تقليبة بس كده. وبعدين هضيف عصير الطماطم، معايا نص كيلو من عصير الطماطم. تقدروا تضيفوا يعني طماطم ممكن عندكم يعني متسبكة وجاهزة، بس انا ما كانش عندي فضفت عصير طماطم. ومعايا معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من البهارات والفلفل الاسمر والبابريكا، يعني هي نفس البهارات اللي احنا ضايفينها على اللحمة الكفتة، علشان محسش ان في اطعمة كتير انا مش عارفة اميزها. لا هي نفس التوابل اللي احنا استخدمناها هنا نستخدمها هنا. هسيبها بقى تهدر وتتسبك معايا حاجة بسيطة، مش عاوزاها تنشف قوي، لا عاوزاها تبقى صوص كده ويعني خفيفة شوية وفيها سوائل. معايا بقى هنا 3 بصلات يعني وسط مقطعة شرايح كده. الخضار يا جماعة استخدموا الكمية اللي انتوا عاوزينها والكمية اللي تكفيكوا، عادي براحتكم. تقدروا تقللوا، تقدروا يعني تزودوا الكمية براحتكم. ضفت عليها فصين كده توم، وضفت عليها نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والبهارات. انا بحب اعمل الحركة دي وبفرك كده البصل مع التوم والتوابل، بيدي طعم حلو قوي. وفردتهم كده في صينية من تحت، ورصيت بقى عليها البطاطس اللي انا طبعا حمرتها. وبعدين بقى ضفت شوية خضار كده، طماطم مع فلفل اصفر واخضر واحمر. طبعا لو عندكم جزر تقدروا تضيفوا، لو عندكم كوسة براحتكم، يعني الخضار بجد بيكون طعمه حلو قوي، بس هو ده اللي كان متوفر عندي يعني. طبعا لو مش متوفر عندكم فلفل فعادي يعني تقدروا تستخدموا الطماطم والبطاطس والبصل عادي. وبعدين هبدأ ارص بقى الكفتة بتاعتي اللي انا شوحتها وشلتها على جنب. رصيتها بقى، وبعدين الصوص بتاعي كان جاهز. بصوا بقول لكم ما تخلوش الصلصه تنشف قوي، لا خلوا فيها كده يعني سوائل شويه، هي بس تهدر وتغلي كده والمكونات تدخل مع بعض وخلاص. انا حسيت ان السوائل قليله، ضفت زي نص كوبايه من الميه. طبعا حطيت ميه في نفس الطاسه اللي انا عامله فيها عشان تاخد من نفس طعم الصلصه وما تبقاش ميه بس يعني. بس وهوزع بقى السوائل كده على صينية وادخلها الفرن. الرف اللي تحت الرف الوسط، يعني نزلوا الرف عن الوسط شوية وعلى حرارة 200. اخدت معايا بالظبط ساعة الا ربع وهتكون جاهزة معاكم. قدموها مع رز بشعرية بتكون حلوة قوي. بصوا البطاطس والكفتة بجد دايبة. لازم تجربوا الوصفة دي وتقولوا رأيكم. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.